نيتنا ما لناش راني نقاك نعاون سيدي ربي سبحانه وتعالى. غنتكلم معاك باللغه العربيه السيد الرئيس الحكومه، لان ما كتفهمش الشرحه وما بغيتيش تفهمها، لانه انتم حكومه ديال الهضره. فشل سياستكم راه باين من التشغيل، من الصحه، من جميع القطاعات. فالبطاله من 2012 الى 2015 ارتفعت من 949 ألف إلى 1,041 ألف عاطل. وسياستكم الفاشلة باينة في احتجاجات الشارع يوميا، وفي خروج أسر رجال التعليم والأطباء والطلبة الجامعيين، وباين فتعثر الحوار الاجتماعي وإقصاء مطالب النقابات وتجميد الأجور وضرب القدرة الشرائية، وباين في تهربكم من المسؤولية في إصلاح التعليم. وما الصحة السيد الرئيس فحدث ولا حرج، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللي خصنا حنا نديرو. السيد وزير الصحة ديالك راه عطانا وعود في هذه القبة هذه، خاصة في إقليم الرشيدية اللي هو مهد الدولة العلوية الشريفة وهو العاصمة ديال الجهة، وحتى حاجه ما كانش. كيتسناو الناس دابا الكرفان اللي كيتسناو القوافل الطبيه باش يجيو يداويو الناس. وهاد الصحه اش كدير؟ اش كدير باش نتسناو الجمعيات داونا المرض؟ وكاين اللي كيتسنى 6 شهور، وكاين اللي كيتسنى عام. وملي كتجي القافله الطبيه السيد الرئيس كيخليو الناس مجروحين ومرضى، والسويفي ما كاينش، لان ذاك الطبيب اللي كان مستقر كيقول له انا ماشي انا اللي درت لك العمليه، تبعادوك للرباط. اش غادي يتبعادوا للرباط ولا للدار البيضاء؟ شكرا سيد النائب. شكرا. الكلمه السيد رئيس الحكومه. انا غنجاوبك بواحد الصفه ديال الامازيغ وهي الادب. لانه اتهمتيني باللي ما باغيش نتعلم الشلحه. قول لي كيفاش عرفتي هذه القضيه؟ انا ما كنعرفهاش صحيح، لان الادب ديالهم هما ملي كنمشي كيهضروا معايا بالعربيه. واني باش عرفتيني انا ما بغيتش نتعلم الشلحه. ايوا شتي دابا، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وما دام مشيتي لوزير الصحه هو اللي بان لك، غنقول لك واحد القضيه. هذا إلا ما كانش أحسن وزير صحة داز في المغرب من أحسن وزراء الصحة داز في المغرب. في العهد ديالو، اسمح لي أنت اللي جبدتيني، في العهد ديالو ولاو الطيارات كيمشيو للجبل يجيبوا الجثث ديال المواطنين باش ما ياكلوهمش الذئاب. عاد خلي العيالات اللي كيخرجهم يديهم يولدوا، ولا الناس اللي تيكونوا مرض وكيديهم بالطيارات. في العهد ديالو كاين مستشفى متحرك ولا كيمشي للبوادي. مستشفى في العهد ديالو شحال من امبيلونس زدتي وسيله؟ 300 امبيلونس، 330 امبيلونس اللي تزاد. في العهد ديالو تنقص 2000 دواء، الثمن ديال 2000 دواء تنقص الثمن. في العهد ديالو تكون دواء اللي ما عمرو كانوا المغاربه كيحلموا به، بما فيهم رئيس الحكومه اللي كان كيكون 80 مليون. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. شكرا. ننتقل الى السؤال الخامس والأخير.